ما هي لما تبقى دي النتيجة لفراخ مشوية في البيت متبلة بتتبيلة سهلة وسريعة في نفس اليوم، يبقى سهلتها جدا عليكي. وبعد الفيديو ده مش هخليكي تشتريها من بره تاني بأسعار خرافية وكمان مش مضمونة. يلا نسمي بالله ونشوف الطريقة، وهعرفك سر طراوة ولون اللحمة الأبيض بعد التسوية، والسر كله في محلول النقع. عندي حلة فيها مية عادية جدا من الحنفية، حطيت عليها معلقتين كبار من الملح وزيهم من السكر فلفل اسود حصى وورق لوري وحبهان وعود قرفة وعصير 2 ليمونة، هعصرهم واسيب القشرة. والسر كله في معلقة كبيرة من الطحينة، بتسحب الزفارة من الفراخ وكمان بتحافظ على لونها الأبيض. معايا هنا بقى للتتبيلة معايا طماطمتين وبصلتين متوسطين وفلفل أخضر و6 فصوص توم وعلبة زبادي صغيرة وعصير ليمونة كبيرة. ضربتهم كويس جدا جدا في الكبة. معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص البديل بتاعها، معلقة كبيرة من العسل الأسود، معلقة كبيرة من المستردة وربع كوباية زيت، معلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة كبيرة من الباربيكيو صوص وبديلها معلقة كبيرة من الكاتشب. معايا خليط هنا للبهارات المشوية عاملاها في البيت، هسيبلك مقاديرها كلها آخر الفيديو. البهارات نزلت بالبهارات اللي عندي، خدت بس معلقة كبيرة منها، معلقة ونص شلتهم على جنب. دلوقتي هقولك ليه. حطيت عليها معلقة من الزبدة. هنا رجعت للفراخ. بصي بقى، هنا ممكن تسيبيها حتى لو من بالليل، على حسب ما وقتك يسمح، سيبيها أطول فترة ممكنة حسب ما وقتك يسمح. أنا سبتها ساعتين وبس. هنا جبت الفراخ عندي، هبتدي بضغط عليها كده ضغطة احس بطرقعة العظم تحت ايدي، هبتدي افتحها، ولو اكبر من كده ممكن كنت ورقتها. الفراخ عندي مش كبيرة قوي، انا كنت جايباها عشان احشيها، لكن جات لي الحمد لله الجلد بتاعها متبهدل كده، فقلت خلاص هشويها. هفتحها كده من كل حتة وهخلي طبعا بين الجلد واللحم كويس قوي. برضو التانية هعملها بنفس الطريقة، بفتح من تحت الكتف كده وهبتدي افتح برضو من عند الدبوسة، مش للآخر، ما بقطعش للآخر، انا بكسرها بس كده، وهعمل فتحات حوالين العظم. هبتدي بقى اجيب نص معلقة من الخلطة الناشفة اللي كنت عاملاها وهدهن تحت الجلد كويس جدا، وبعدين هدهن بالتتبيلة دي الزبدة مع البهارات. الزبدة بتفرق قوي قوي في طراوة لحم الفراخ. حطيتها هنا تحت الجلد، وبرضو دلكت بقى بباقي التتبيلة اللي انا عاملاها. هعمل كده في الفرختين. العظمة كمان اللي بتبقى فوق القرقوشة دي هشيلها، ملهاش لازمة. كمان على فكرة ممكن كنت شلتي سلسلة الظهر، بس انا عادي سبتها مش هتفرق. اهم حاجه ما تزوديش الملح في التتبيله هنا عشان بقى ببتدي ازود كمان في الفتحات عشان تمتص كل التتبيله. جبت الصينيه دي حطيت فيها جزء من التتبيله، وحطيت عود قرفه وورق لورا وحبهان، وحطيت نص كوبايه بس من الميه المغليه. وهدخل بقى الفراخ. الفرن عندي كنت مسخناه من قبل ما اتبل، الفرن سخن جدا، حاطه الشبكه منزلاها على الصاج بتاع الفرن. وهغطيها دلوقتي بورق الزبده وعليها ورق فويل وهدخلها الفرن. قعدت معايا ساعة وربع على حسب طبعا حجم الفراخ معاكي. بعد ساعة إلا ربع ابتديت شلت من عليها ورق الزبدة، وهقولك عملت ايه. هنا بجهز معاكي بقى رز طعمه حلو جدا. هعمل رز مصري عادي مش رز بسمتي. حابة رز بسمتي انا عملته معاكي اكتر من مرة وممكن تعمليه بنفس الطريقة. معايا معلقة من السمنة وحبة من الزيت، بصلاية وسبتها. هنا بقى للطحينة بحضر معاكي صوص طحينة. حطيت معلقتين كبار من الطحينة وعليه زيهم من الزبادي وخل ومية وفص ثوم ونص معلقة صغيرة من الملح والكمون والثوم البودرة والشطة وعصير ليمونة كبيرة. هسيبهم وهقلبهم، وممكن كمان تضربيهم في الكبة. هنا البصلة كانت بدأت تصفر معايا، نزلت عليها ب3 فصوص من الثوم ومعلقة من الكاري ومعلقة من الكركم، 2 من اللومي وورقتين من اللوري وعود من القرفة، وبس كده. هقلب كويس قوي لحد ما اشم ريحه البهارات. فاكره بقى معلقه التتبيله اللي شلناها من الفراخ اللي هي بهارات المشاوي، هجيبها احمرها كويس معاهم، اشم ريحه البهارات. هنزل على طول بالرز، هشوح الرز كويس جدا بالبهارات بحيث يتشرب من كله. زودت الميه، زودت معايا جزرايه مبشوره وسبتها تغلي على نار عاليه لحد ما الرز يتشرب. هنا عادي بكمل معاكي الطحينه
كمّلتها بالبهارات وبالمَيّة، هاقلّب هنا الطحينة بتاعتي كانت خام، فحطيتها في الخلاط أو في الكبة بالهاند بلندر اللي عندِك عادي بالمضرب تكمّلي زي ما تحبّي، لحد ما توصلي للقوام دوّة وقدّمتها. هنا الرز كان اتشرّب، قلّبته ووطّيت عليه وحطيت له الشياطة وسِبته يكمّل سِوَى. هنا معايا بصلاية مقطّعاها جوليان رفيّع جدًا، ومع الخضار حطيت عليها رشّة من الكمون ورشّة من الكزبرة الناشفة ورشّة من الشطة ومعلقة من السُمّاق بتفرق جدًا في طعمها. هنا الفراخ بعد ساعة إلا ربع شِلت من عليها ورق الزبدة، وسِبتها كمّلت سِوَى، خدت اللون الحلو ده وطلّعتها بقى تحت الشواية، ودهنتها من السوائل اللي نازلة فيها وسِبتها تاخد لون. هنا بقى باجهّز للفراخ. أنا معايا عيش عادي من بتاع الفرن، اختاري العيش اللي تحبيه، سقسقته كده بالسائل أو الصوص اللي نزل من الفراخ بيبقى طعمه حلو جدًا، وحطيت البصل وبعدين حطيت عليه الفراخ. هنا للمعة أنا اللي ادّاها اللمعة الحلوة دي من الصوص بتاعها، دهنتها من الصوص اللي نزل منها وحطيت الفحماية وغطيتها 5 دقايق، طلعت معايا بالشكل الحلو ده. آمم كانت حلوة جدًا، جدًا بالعيش المسقسق بالصوص بتاعها ده، مع البصل والسُمّاق، وتاخدي كده حتّة الفراخ وتاكلي بقى بالطحينة وادعي لي. ومعلش الفيديو طوَل عليكم شوية، لكن حبّيت أفيدكم بفكرة غدا حلوة وسريعة وطعمها حلو جدًا. وكالعادة لو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير ومتابعة للقناة عشان يوصلِك منا كل جديد. مستنية رأيكم في التعليقات في وصفة النهارده. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة